وكذلك في مهنتها التي هي التربية والتكوين قانون هو الحماية فينا هي، قانون هو الحماية فينا هي. إنصاف الأستاذة منى ورشان وإعطائها حقها التي تستحقه دون قيد أو شرط. احنا الآن في هذه الوقفة الاحتجاجية الرمزية عرضت له الأخت الأستاذة المكونة في سلك تبريز، وهي كذلك مبرزة، من عنف نفسي ومن تواطؤ من أجل يعني الضغط عليها، ومن إهانة من طرف الطلبة، ومن عدم تحمل مسؤولية المسؤولين كالمدير والمنسق الذين لم يكلفوا نفسهم أن يحلوا يبذلوا المجهود باش يحلوا المشاكل اللي تتكون بين الطلبة والأستاذة، وهي ليست مشاكل بل هي من صنيعتهم. تلك المشكلة التي تعرض لها الأستاذة مع الطلبة فهو من صنيعة المنسق ومن صنيعة هيئة. كل المشاكل التي تصب على الأستاذة أو على الطلبة راه ما عندهمش حتى شي مشكل، ولكن المشكل كاين في الإدارة التي تتواطأ مع الطلبة وتتواطأ مع من يكيل الشر لهذه الأستاذة التي نعتبرها فخرا للمغرب وفخرا للنساء جميعا. فنطلب من المسؤولين أن يفتحوا تحقيقا في ملابسات هذا المشكل التي تعرضت له الأستاذة منى ورشان. ونحن نعبر مع هذه الهيئات الجمعوية والنقابية والسياسية، نعبر عن تضامننا المطلق مع الأستاذة ومناهضتنا للعنف ضد النساء.